بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم والحلقة الأولى من برنامج دقائق في شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. النهاردة هنتكلم عن العدد الجديد، عدد رقم 38 من مجلة العرب للأبحاث والدراسات. عنوان المجلة كان العرب في رمضان، من خلال طبعا فريق عمل المجلة الذي بذل مجهود كبير جدا حتى يرصد العادات والتقاليد شهر رمضان الكريم في عدد من دول العالم العربي، وإن شاء الله رب العالمين هنتحدث فيها بالتفصيل في سياق هذا الحديث. طبعا عنوان المجلة كان العرب في رمضان، وكان أيضا عنوانها الأستاذ علي الشرف الحمادي يكتب تناقض واضح بين التهنئة الأمريكية للمسلمين بشهر رمضان وسلوكهم الإجرامي. في هذا المقال مقال افتتاحية مجلة العرب، تحدث المفكر العربي الكبير الأستاذ علي محمد الشرف الحمادي عن التناقض الواضح في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة بين ما تقوله وما تفعله. فالولايات المتحدة الأمريكية تهنئ المسلمين في كل مكان بشهر رمضان، ومع ذلك تسلك ضدهم سلوكا إجراميا في غزة وفي العراق وفي كل مكان. وكانت السياسة الأمريكية هي الغالبة على أن يكون هناك فرقة وشتات، وأن يكون هناك قتال في الوطن العربي. فسلوكهم الإجرامي يختلف كليا وجزئيا عن ما يقوم به، وهذا التناقض الواضح تحدث فيه الأستاذ علي باستفاضة، وتحدث عن الجوانب التي يكمن فيها هذا السلوك الإجرامي والذي يختلف كليا وجزئيا مع التهنئة بالشهر الكريم. ثم طبعا كان الملف الأول عن العادات والتقاليد الرمضانية في مصر، مزيج طبعا من التدين والبهجة الاجتماعية. طبعا الأجواء الرمضانية في مصر بتكون مختلفة كليا وجزئيا عن كل الأقطار العربية، وخاصة أن مصر فيها عدد كبير جدا من العادات والتقاليد الموجودة في الشعب المصري، ويقوم بها الشعب المصري في هذا الشهر الكريم. طبعا عادات وتقاليد تجمع بين الحداثة والأصالة، تجمع بين صلاة القيام، تجمع بين العادات والتقاليد والتكاتف وصلة الأرحام والصدقات، وأشياء كثيرة جدا يفعلها الشعب المصري في رمضان. ثم بعد ذلك تحدثنا عن رمضان في دولة الإمارات العربية المتحدة وما فيها من عادات وتقاليد وتكاتف ورحمة. أيضا تحدثنا عن المملكة العربية السعودية قبلة المسلمين الأولى، وخاصة أن الشهر الكريم في المملكة العربية السعودية يمتاز بعدد كبير جدا من الأمور، منها قضاء شهر رمضان في المسجد الحرام وصلاة القيام والمسجد النبوي. وطبعا العمرة في رمضان بتكون مكثفة وكثيرة جدا يذهبون إلى العمرة. ثم بعد ذلك تحدثنا عن ليبيا، العادات والتقاليد في رمضان في ليبيا. ثم تحدثنا عن العادات والتقاليد في فلسطين الحبيبة. رغم كل الأجواء المأساوية، لكن الشعب الفلسطيني شعب صبور، شعب جسور، شعب دائما ما يحاول أن يجد موطن للفرحة، ويحاول أن يكون يعني فرحا مسرورا رغم كل المآسي التي يعيشها. أيضا تحدثنا عن رمضان في سوريا، تحدثنا عن رمضان في دولة العراق، تحدثنا عن رمضان في طبعا فلسطين والأردن، تحدثنا عن رمضان في المغرب العربي، تونس والجزائر والمغرب، تحدثنا عن رمضان في السودان الشقيق، تحدثنا عن رمضان في الكويت، تحدثنا عن رمضان في عدد كبير جدا من الأقطار العربية. العادات والتقاليد، وهذا العدد يعني تميز بأنه لم يتطرق إلى الجوانب السياسية والاجتماعية، لكنه تطرق إلى هذه الجوانب. طبعا بالإضافة إلى أن هناك عدد كبير جدا من المقالات التي نشرها هذا العدد، تحدث فيها عدد كبير من الكتاب. يعني على سبيل المثال كان الملف الأول من الملفات الخاصة بالتقارير الإخبارية بعيد عن شهر رمضان، تحدث فيها الدكتور مصطفى عيد إبراهيم عن التحديات المختلفة أمام ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط، وهو طبعا بحث مرموق
تحدث أيضا الدكتور محمد محسن رمضان عن تطبيقات وهمية تستنزف أموال المستخدمين وتهدد الأمن القومي. تحدث طبعا عن المنصات التي تنصب على المواطنين خلال توظيف الأموال وغيرها، وكان هذا المقال يتحدث عن كل الأساليب الاحتيالية في النصب الإلكتروني. أيضا الدكتور هاني الجمل تحدث عن الانتخابات الألمانية، واقع سياسي خارج السياق، يعني عمل تقدير موقف للانتخابات الألمانية. طبعا الكاتب والباحث والمفكر السياسي هشام النجار تحدث عن مشروع المفكر العربي الكبير الأستاذ علي الشرف الحمادي، أهميته ومفاهيمه وملامحه وركائزه. تحدث عن المشروع بشكل كامل في بحث من 4 صفحات. تحدث زميلنا عبد الغني دياب رئيس تحرير مجلة العرب عن قمة القاهرة التي الأمال والطموح الذين يأملون في كل الشعوب العربية في هذه القمة أن تكون قمة حقيقية بقرارات تجعل التوافق العربي حاضرا للمرة الأولى، وإن شاء الله سيحدث ذلك. تحدث أيضا الزميل عبد الباسط يونس وهو رئيس وحدة الدراسات الآسيوية في مركز العرب عن الهند. قال: هل ستصبح الهند قفاز الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة الصين بالقارة الآسيوية؟ تحدث عن الهند ودورها قد يكون مساند للولايات المتحدة الأمريكية. أيضا تحدث الزميل محمد الأمين أبو زيد رئيس وحدة دراسات السودان في مركز العرب عن قمة ترامب وبوتين وترتيبات أولويات سيكس بيكو جديدة. طبعا تحدث عن الأمال والطموحات التي عليها. أيضا تحدث الباحث محمود ناصر جويدة عن الأمن البحري في القرن الأفريقي، الفرصة والتحديات. هذا بحث أيضا مرموق، باحث شاب من الباحثين الشباب في مركز العرب. تحدث اللواء معز السبكي عن دور مصر في إجهاض مخططات التهجير. اللواء معز السبكي هو المستشار القانوني لمركز العرب، وهو طبعا أحد قيادات وزارة الداخلية السابقة. طبعا الدكتور عبد الرحمن الأشعري من المغرب الشقيق ومدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في المغرب تحدث عن جانب في فقه المعاملات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بمناسبة شهر رمضان. أيضا تحدثنا عن الأسباب التي لن تجعل الوحدة العربية أو تحقيق الوحدة العربية أمر صعب جدا، وهي رؤية جديدة للأستاذ علي الشرف الحمادي، والتي عدد فيها الأسباب التي تجعل العرب متفرقين والأسباب التي يجب أن ننظر إليها ونحاول أن نتجنبها حتى تتحقق الوحدة العربية بشكل حقيقي. العميد عماد اليماني تحدث عن البيئة والتنمية الخضراء. الدكتور سيد عيسى طبعا تحدث عن الاستثمار في البشر أساس التنمية المستدامة، وقال أن بناء البشر هو المهم جدا قبل بناء الحجر، وأن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا بجيل من المتعلمين. هذا أبرز ما جاء في عدد العرب في رمضان، عدد 38 من مجلة العرب وهي للسنة الرابعة. هذا العدد تم فيه بذل مجهود كبير جدا حتى نخرج بالصورة التي اعتاد عليها القارئ. من يقرأ مجلة العرب يجد فيها كل صاحب رغبته، ففيها التحقيقات وفيها المقالات وفيها التقارير وفيها الأبحاث المرموقة وفيها المقالات الفكرية الحقيقية. إن شاء الله مجلة العرب في تطور مستمر. كل عام وأنتم بخير. وإن شاء الله من يطالع مجلة العرب في منصة مركز العرب أو يطالعها في شكلها الPDF سيجد فيها الكثير والكثير من الأطروحات. في دقائق تحدثنا عن مجلة العرب للأبحاث والدراسات في شهر رمضان، وإن شاء الله الحلقات المقبلة سنحاول الحديث فيها من خلال برنامج دقائق عن بعض الأمور الموجودة في الشهر الكريم. سوف نبعد عن المجال السياسي في هذا الشهر الكريم، لكن إذا جد أمور أو كانت هناك أمور جديدة سوف نعود إلى السياسة مرة أخرى. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقائق مع محمد فتحي الشريف.